لا 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 لا، انا كده ابتدي ان انا ازعل منكم. بقى كده البنات الحلوين ما يسمعوش كلامي ويهربوا. على مين طيب؟ طب ما تسيبنا وتبعد عننا، احنا اصلا مش عايزين منكم حاجة، وعلى اظن انتوا مش عايزين مننا حاجة. ربطنا جنبكم ليه؟ احنا عايزين نهرب، قصدي يعني عايزين ان احنا نمشي، مش عايزين نكمل معاكم. ايه يا حلوة، انت نسيت انك مراتي ولا ايه؟ وكل الاوراق تثبت انك مرات مؤمن غيث السيوفي، وقدام الكل. ايه تحب تشوفي قسيمة الجواز؟ سهلة وبسيطة، هي هتطلق منك بأسرع وقت. وغير كده لو مش هتطلقها هنروح الشرطة. هي ايه الدولة ما فيهاش قانون ولا ايه؟ وهنخليها تطلق منك غصب عنها. يلا بقى سيبونا احنا نمشي من هنا، احنا مش عايزين نقعد هنا اكتر من كده. يقرب منها خالد بحب حقيقي، ويقعد على رجله ويقول لها تحت صدمة الجميع ووردة، وطبعا ما بينهم ملك، وطبعا برضك معانا مؤمن في الصدمة. وهو خالد بيقول لها بقى كده عايزة تسيبيني وتمشي؟ مش كفاية ان سبتيني وبعدت عني المدة دي كلها، اكتر من 20 سنة، وتبعدي عني وعايزة تسيبيني تاني وتهربي؟ لا يا ملاكي، خليكي قاعدة جنبي ومعايا. عايزة تسيبيني؟ انا بحبك ومقدرش ان انا استغنى عنك. ايوه انا بحبك والكلام ده كله حقيقي. يا ابن الذين يا خالد، ما تتعلم منه يا مؤمن الكلب. بدل ما انت مديني بوس كده، الواحد مش عارف لك فرحان ولا غضبان ولا زعلان ولا حزين ولا ايه بالظبط. اتعلم من اخوك. خالد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ هو احنا مش متفقين على حاجة معينة؟ خالد خد مؤمن على جنب تحت نظرات وردة وملك بالاستغراب، وابتدى خالد ان هو يتكلم بشويش مع مؤمن ويقول له ما تنساش ان الاتنين دول ولاد عمنا، اللي هم حب الطفولة من زمان. انت ناس ان ملك دي حب طفولتك انت، وان وردة حب طفولتي. هم ما يعرفوش اصلا ان هم الاتنين ولاد عم. كل اللي يعرفوه ان هم اصحاب من ايام زمان في الملجأ، بس لازم نعرفهم كل حاجة. موافقك على كل حاجة، بس معترض عليك انك ما تقولهمش على كل حاجة. عايزين نقول لهم في الاخر خالص، في اخر الرواية، لما نيجي ان احنا نتجوز نعرفهم على كل حاجة. بس انا لازم اعلم البنت ملك الادب، لان هي بصراحة دلوعة حبتين تلاتة. اما عن وردة بقى فانا هديها لك دلوقتي، او انت خدها وخليها ان هي تثق فيك، وتثق ان ان انت بتحبها، وتحبوا بعض يا عم وتشوف حياتك. اخيرا هشوف اخويا عريس. قرب خالد واتكلم. مالك يا حبيبتي، حاسه انك متوتره ليه؟ هنا بقى خالد قلبه يدق يدق، خايف ان هي تكون سمعت حاجه من اللي هم قالوه هو ومؤمن. بعد كده قالت ها لا 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 ما فيش حاجه. طب بقول لك يا حبيبتي، تعالي او نروح الاوضه، علشان عايزه افهمك على حاجه كده يعني. ها بقى يا ورده، سمعتي ما بيني انا ومؤمن ايه؟ انا انا ما سمعتش حاجه، انتوا كنتوا صوتكم بتتكلموا بشويش خالص، ما سمعتش حاجه. وبعدين انت بتكلمني كده ليه؟ انا ابتديت اخاف منك. هو انا مجرمه عندك قوي كده؟ ورده، ما اتمنى انك ما تكدبيش علشان ما تخافيش مني اكتر من كده. قولي سمعت ايه، وما تخافيش مش هاذيكي ومش هخلي حد يمسك. الكلام ده ما بيني وما بينك انت بس. قولي لي انت سمعتي ايه علشان نخش في الموضوع الاساسي اللي انا كنت جايبك هنا اصلا علشانه. انا كده كده هحكي. انا سمعتك انت ومؤمن لما كنت بتتكلموا وبتقولوا عليها ان هي بنت عمي. اتصدمت في الاول بس فرحت. كان واحنا زمان في الملجأ كانت علاقتنا قوية قوي قوي قوي، لدرجة ان احنا مثلا كنا بننام على سرير واحد من كتر حبنا في بعض. ما كناش عارفين ايه سبب كده، يعني احنا يا دوبك صحاب في الملجأ. كانت في اصحاب كتير كانوا بيحاولوا ان هم ينضموا الينا، كان في ناس بتنضم، بس احنا الاتنين كأن في شيء غريب بيربطنا، دم او اي حاجة كان بيربطنا. كنا بنتمنى ان انا وهي نتجوز اتنين اخوات علشان انا وهي نبقى سلايف. بس الحمد لله ممكن ده يحصل، ومش كمان هنبقى سلايف، ده احنا ممكن نبقى سلايف وولاد عم كمان. انا فرحت قوي. كان دايما كل اللي في الملجأ كان دايما يحسدنا على علاقتنا انا وهي، لغاية ما الحمد لله ربنا قدر ان هو يحسن ويقوي علاقتنا اكتر من ان احنا يعني نبقى اولاد عم. بجد انا مبسوطة قوي قوي، واديني اتكلمت وحكيت. ها بقى، انت كنت عايز تقول ايه؟
ماشي يا بنت عمي، انا عايزه اقولك على حاجه. هي هي برضو بنت عمك ملك هتعرف على كل حاجه، مؤمن هيعرفها، بس مش دلوقتي. البنت ملك دي دلوعه جدا، لازم مؤمن يديها درس كده علشان تتلم دلوعتها دي شويه. لان انا لازم اعترف لك بحاجه، انا بحبك من واحنا صغيرين. انت فاكره لما اتخطفتي من قدام بيتنا من وانت عندك 4 سنين؟ كنت انا ساعتها عندي 8 سنين. كنتش قادر انسى الموقف ده لما لقيته بيشدك من حضني وركب العربية وخطفك، ومن ساعتها ما اعرفش حاجة عنك. قبل ما استوعبت من الصدمة اللي انا كنت فيها، رحت عند بابا وعمي والكل وحكيت لهم على اللي حصل لما انتوا الاتنين اتخطفوا. بعد كده وبعد سنين طويلة عرفنا اللي كان المقصود ان هما اللي يتخطفوا كان مؤمن وانا. بعد كده قلنا الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، لغاية ما لقيناكم. انت تعرفي ان عمي وان باباكي وان الكل هيفرح قوي لما هيعرف ان احنا لقيناكم بعد غياب اكتر من 20 سنة دم. بجد احنا مبسوطين قوي، مبسوطين انكم خلاص بقيتوا معانا. وعايزين نقول لكم على حاجة، انا عايزة اقولك على حاجة. انا هسيبك شهر واحد بس، هحاول ان انا اخليكي تثقي فيا وان انا وانت نحب بعض، ويعني وربنا يريد كده ويكون لنا نصيب ونتجوز انا وانت ان شاء الله. وعايزين ننسى كل حاجة قديمة فاتت. واللي عمل كده فينا كانت الخدامة. الخدامة ما كانتش بتخلف، بس كانت بتحب بابايا، وقالت ان هي تخطفكم انتوا الاتنين علشان توجع قلب العيلة كلهم. بس كده، هي دي كانت الحكاية. من ساعة ما انت قلت انك انت ابن عمي وشريت حياتي مرة قدامي لما كنت ببقى قاعدة في الملجأ وما ببقاش عارفة انا ليا اهلي ولا لا. بس لما افتكرتك، افتكرت حياتنا الطفولية واحنا صغيرين، كانت حياة بريئة جدا. فاكر لما كنت بلعب بلعب الأولاد وانت تزعق لي وتقول لي لأ، ما تلعبيش بيهم، الألعاب دي بتاعت ولاد. وفاكر لما كنت بلعب مع شريف جارنا، كنت دايما بتغير عليا وتيجي وتروح وتضربه. كنت أقولك ليه بتضربه، وكنت بحب استفزك قوي، لغاية ما الحمد لله ربنا هيجمعنا في الخير إن شاء الله. انت عارف، انا واثقه فيك من زمان، وحبت ان هي تقل على كلمه واثقه دي علشان هي مش لسه قادره ان هي تستنى الشهر. وبعدين يا عم احنا ممكن ما نخليهاش شهر، احنا ممكن نخليها 2 weeks، اسبوعين بالظبط. انت ايه رايك؟ وافقها الراي. وعندي بقى ملك ومؤمن. ايه يا جبلة بقى، انت مش هتتعلم من اخوك ولا ايه؟ شفت اخد وردة، اه يا بنت اللذينة يا وردة مكتوبالك. ايه بقى، انت مش هتتعلم ومش هتخرجنا من الأوضة السودة دي؟ انا ما بتعلمش من الحد، كلهم بيتعلموا مني، واخويا اللي انت بتتكلمي عليه ده هو اللي بيتعلم مني. اه، ودي بقى نسميها ايه، ثقة بالنفس ولا غرور؟ غرور طبعا يا ماما، انت مش شايفاني ولا ايه؟ غرور، انا قلت كده من الاول، اول ما شفتك وانا قلت عليك انك مغرور. بسم الله ما شاء الله، عرفت تكتب نفسك بنفسك. طيب ها، وحشتيني خلي بالك. وانت كمان وحشتني. اقصد يعني وانت كمان ما وحشتنيش، هتوحشني ليه يعني؟ يا بنت يا بكاشة، ما انت قلتيها اهي، كلمة الحق بتطلع في الاول. لا خلي بالك، انت ما وحشتني وحشتنيش وحشتني. طيب خلاص بقى، عرفنا ان انا وحشتك. ايه، مش هتغني لي بصوتك الحلو ده؟ اغني لك. اغني لك يعني، اقول لك ايه؟ اي حاجة حلوة على ذوقك. خلاص يا عم، سيبنا افكر في اغنية. خليني في حضنك يا حبيبي، ده في حضنك بهدى وبرتاح. انا كل مشاعري معك راحوا، وكمان قلبي لقلبك راح. وانا بضحك وافرح من قلبي، غير لو جنبنا كانوا عينيك. لو تبعد عني ولو ثانية بتجنن يا حبيبي عليك، وبتحلى الدنيا في عيني وانا جنبك، فما تبعدنيش. حبك فعلا بيخليني اتمسك بالدنيا واعيش، وفي قربك بيروح خوفي، وده وعد وملزم انا بيه. مهما تكون يا حبيبي ظروفي، قلبك عمري ما هاجي عليه.